صباح الورد، تمام. صباح والله تمام، النور، أنت الأخبار أخباركم إيه؟ إيه؟ زي الفل. والله إيه مُشرق، بجد منورنا. متطمن، مبسوط. يعني أنا باحب يوم الجمعة، بيبدأ عندي بدري شوية، وكمان أنا مبسوط جدًا بإن أنا معاكم النهارده ومع دارما، لإن حسيت إن شاء الله يبقى يوم جميل كده ونشوف هنقول إيه مع بعض. بإذن الله، يالّا بينا نبدأ. طيب، يالّا بينا. آآ حابة جدًا والله بجد نفهم منّك، هو أنا لو عندي مشاكل في علاقاتي في البيت في الأسرة وبسببها بدأت أروح أتعالج، ده بيأثّر بقى على علاقاتي اللي برّه إزاي؟ عشان لمّا البني آدمين بتيجي العلاج، الناس بتقرر تروح علاج بتبقى جاية بتقول الناس اللي برّه، جوزي وده بتبقى أكتر حاجة بما إنّك بتشتغل علاج زواجي، فبتبقى الشكوى الأساسية من الطرف الآخر، فإحنا عايزين نفهم خصوصًا لمّا الناس بتروح علاج زواجي، إيه اللي عندهم هم بيخلّي مشاكل تحصل في علاقاتهم الزوجية؟ طيب خلّيني أقول الأول إن موضوع العلاقات ده كل الناس بتحب تتكلّم فيه، وكل الناس بيشغل بالها هو أنا لو شُفت أبويا وأمي بيعملوا إيه مع بعض، واتربيت في بيت شكله إيه، وإيه التحديات اللي فيه، هل هاخد المخاوف بتاعتي، هاخد الكلاكيع والكام عقدة اللي حصلوا في بيتنا أدخل بيهم علاقة جديدة؟ الحقيقة الحقيقة إن كل العلاقات اللي بتنشأ وبتحصل فترة الطفولة والفترة الأولى في حياتنا وبنفضل شاهدين عليها وعقلنا بياخد من هنا سلوك من أبويا وهنا سلوك من أمي وهنا abuse وهنا كلمة حلوة وهنا وعد ما حصلش، وكل ده بيتخزن جواك وبيبدأ من غير ما تحس، أو حسب في ناس تبقى حاسة وواعية وفي ناس لأ، بيبدأ يأثّر في علاقاتك بقى بالآخرين وبشريك حياتك وبيبدأ يحدد حاجات كتير جدًا. كل الحاجات اللي أنت مرّيت بيها بتأثّر عليك بنسبة معيّنة، الخوف، إمم. الرفض، الحُب، التقدير، الاحترام. مين فينا مش فاكر أو مش قادر ينسى كلمة حلوة أو كلمة وِحشة اتقالت له من مُدرِّس أو شخص درِّس له في سنين حياته الأولى؟ كل واحد فينا عنده خبرة إيجابية شايلها وعنده خبرة سلبية شايلها. كل اللي بيحصل في العلاقات بيحدد حاجة اسمها your attachment style، بيحدد نمط التعلُّق بتاعك وبيحدد أنت رايح فين وجاي منين. هل أنت في تعلُّق آمن، في تعلُّق قَلَق، في تعلُّق تجنُّبي، هل أنت في تعلُّق مطمئن، هل أنت طب إيه بتعمل إيه مع اللي قُدّامك؟ ما إحنا اشرح لنا كده سريعًا كل واحد فيهم، وجنبيه السؤال اللي بيقول لأ، أنا واعي بالحاجات اللي حصلت لي، فأنا ما باكرّرش ده في علاقاتي، ما باكرّرش ده في علاقتي بالشريك بتاعي. جاوبينا بقى خلّيني على أبدأ السؤال من دول. الآخر للأول وأقول آه. السؤال حلو أوي. أنا مش باكرّر ده، لأ الحقيقة إحنا كُلّنا وأنا أولكم بنكرّر من غير ما نكون واعيين، ومن وقت للتاني لازم نعترف ونحُط احتياجاتنا على الترابيزة ونقول أنا غلطت، أنا قاطعت، أنا هاجمت، أنا خُفت، ده كان مشكلتي، وأبدأ أقول الحاجات اللي أنا حسّيتها وأبدأ أكون ملاحظ جيد للمشاعر بتاعتي وأفكاري وسلوكياتي اللي حصلت. التعلُّق الآمن هو نوع من أنواع العلاقات الصحية اللي فيها نوع من أنواع الاتزان والاحترام، بتاخد وبتدّي بstability، مش بتتهدّد، مش بتتعاقب، ما بيحصلكش manipulation، ما بيحصلكش نوع من أنواع الضغط أو اللعب بمشاعرك أو بأعصابك، بيكون في نوع من أنواع الصراحة والوضوح والأمان مع وجود الاختلاف والمشاكل. بنتخانق جوّه العلاقة مش بنطلّع بعض برّه العلاقة. مش باسمع هتبقي طالق، مش باسمع هاعمل لك block، مش باسمع هاعمل لك remove من ما أعرفش إيه، ما فيش تهديد، ما فيش تنمُّر. علاقة صحية أنا باتسمع فيها، باختلف فيها، في أمان في التواجد. مش معنى الأمان والعلاقة الآمنة والتعلُّق الآمن إن ما فيش مشاكل، بس في إمم. مهارات حل المشاكل وفي رغبة مشتركة إن حد يحل المشكلة معاه، ده شيء مهم جدًا. إمم. التعلُّق القلق طب إنسان دايمًا بيشتغل إزاي؟ يعني أنا لو طالع من البيت شكله عامل إزاي، هيكون التعلُّق بتاعي تعلُّق آمن، صحّي، حتى لو باتوجع في العلاقات، فأنا لا يزال في نمط إطار علاقات صحية، بابني علاقات صحية حواليّا. ده أنا لو جاي بقى من بيت أو في بيت علاقات اتربيت فيها شكلها عاملة إزاي؟ فيها وضوح، فيها احترام، فيها حُب، شايف معنى التواصل، شايف أب وأم بيتكلّموا مع بعض، شايف family time، شايف quality الtime between أبويا وأمي بيتكلّموا مع بعض، بيقعدوا مع بعض، لا سمح الله بيحبّوا بعض، لا سمح الله، يعني مهم برضه. جدًا إن إحنا نشوفهم بيعملوا إيه مع بعض. ده كُلّه بيتّرجم لأسلوب وطريقة آمنة، باتسمع،
بيشرحوا لي، بيكلموني، بيوجهوني، إمم. باعبّر، لمّا بابقى زعلان مشاعري باخد عليها validation وباخد تصديق على كل أنواع المشاعر بتاعتي، واحترام لمشاعري واحترام لأفكاري، بيحصل تحوّر معايا، بيحصل نوع من أنواع التأكيد على الأهمية بتاعتي وأسلوبي وطريقتي، بيحصل نوع من أنواع الcare والlove الدائم، ده بيبدأ يدّينا النمط الآمن وبيخلّيني عارف وواعي في العلاقات الآمنة، زي ما بنقول الإشباع العاطفي اللي بيحصل في العلاقات الأسرية الآمنة، بيخلق إنسان سوي قادر يحب ويختلف ويتخانق وهو آمن، مش قادر يكون مصدر تهديد أو إيذاء أو تلاعب بمشاعره أو بمشاعر الآخرين. ده فيما يخص التعلُّق الآمن. التعلُّق الآمن محتاج شغل عشان تحافظ عليه. إمم. محتاج effort عشان تحافظ عليه، محتاج من وقت للتاني تسأل feedback أنتِ مبسوطة، أنا مبسوط، مرتاحة، مستريحين مع بعض، طَب عارفين نتكلم أو لأ، طَب إحنا مع بعض عاملين إزاي، طَب أنا حسيت بكذا، أنتِ حسيتِ بكذا، يعني أكتر حاجة تخلّي التعلُّق آمن وتخلّي نمط التعلُّق آمن في العلاقات إن يكون في regular feedback إمم. تعليق منتظم ومستمرين في إن مش إحنا ناخد معلومات بنخزّن جوانا ونكتم بالضبط، ونشيل، أو مش نحاول بنحوّش بقى. نردّها له في موقف تاني. بالضبط، مش بنسمع عليك المبلغ ده من المشاعر، عليك القيمة دي غير اللي أنت ما دفعتهاش من المشاعر، لأ، في حد باطلّع أول بأول، باتسمع، مرتاح، باحس بأمان في التواصل، ما باتعرّضش للهجر، ما باتعرّضش للرفض، ما باتعرّضش للعقاب بالصمت العقابي والأذى، في نوع من إمم. أنواع الأمان. ده فيما يخص التعلُّق الآمن، وعادةً ده بيبقى طريقة تواصل الشخص مع حياته المهنية، حياته العاطفية، حياته الشخصية، ده كل بيبقى البني آدمين الطريقة اللي بيعدّوا في حياته، وده بالضبط. مش معناه إن هو مش بيتساب، الناس بتسيبني عادي والعلاقات بتنتهي عادي. وعادي يترفض عادي، وعادي يتهجر عادي، ومش حاجة بس بيبقى قدرته على التخطي وقدرته على فهم إن ده مش مسؤوليتي أعلى بكتير من الشخص اللي اتربى في environment فيها insecure attachment or avoidant attachment or anxious attachment إن هو بيكون يا عيني بقى في أفكار مرتبطة بالهجر وبالرفض موجودة جوّه عقله، فهي إمم. داخلة العلاقة مع خطيبها أو مع جوزها هي anxious أصلًا عندها فكرة إن هو هيسيبني زي ما أبويا ساب أمي. هي داخلة فالanxious العلاقة هي attachment الفكرة متخصصة السائدة فيه أنا هاتساب. مش أنا I'm not fit enough إن حد يكمّل معايا، وأنا كده هاتساب، وده core من الأساسيات في الborderline personality اللي بنقابلها في الشغل بتاعنا، لمّا بنحس إن على طول في نوع من أنواع عدم التصديق على المشاعر، أنا كده هاتساب، إمم. أنا كده مش كفاية، فيبقى من غير ما أحس الافتراضات التهديد اللي باعيش فيها بابدأ أعمل لها إسقاط على اللي قدّامي، وبابدأ أفضل أدوّر أتعامل في إن هو تليفونه، أجنبي. أدوّر في تليفونه أكلم مين. وأدوّر في إمم. الفيسبوك بتاعه، وأبدأ أبقى عندي نوع من أنواع عدم الثقة بالنفس وطول الوقت تفكير زيادة، ومن كتر ما ده بيحصل ما بيتغذاش على النمط ده غير الأشخاص اللي بيكون عندهم النرجسية، إمم. هم اللي بيعرفوا يعيشوا أيوه، العيشة يعني العَطَلة الmix بين فين اللي عندي الborderline اللي بتخلّيني أدخل في علاقة نرجسية، كويس إن أنت قُلت ده، بالضبط، فين العَطَلة اللي لإن هو معايا. بيعرف لإن هو أيوه، بيعرف يلعب على ده، على هيدّيني القلق مشاعر بتاعي. هيدّيني مشاعر ويخلّيني أتغذّى، أنت قلقان خُد شوية مشاعر، وبعد كده بقى يبدأ يورّيني الmanipulation. فالعلاقة بين النرجسي والborderline personality علاقة هايلة، إمم. فيها بلاوي بقى كتيرة جدًا، فأنا لازم أكون واعي إن أنا أستحق إيه، I know my value أنا عارف أنا علاقتي إيه بنَفْسي، أنا عارف أنا شايف نَفْسي إزاي، فمن وقت للتاني هاقدر أعرف أنا في علاقة آمنة والّا لأ، أنا في علاقة صحية أم غير صحية. العلاقات إمم. 3 أنواع، علاقات صحية، علاقات مُعطّلة، علاقات مُدمّرة. مهم إن أنت تكون في علاقة صحية، ولو أنت في علاقة مُعطّلة إزاي تقدر توصّلها إنها تكون علاقة صحية، مُعطّلة يعني لكن ناس مُرهقين في حياتي بيتعبوني، بس أنا عارف أديرها أو في نمط من أنماط الإصلاح، بالضبط، وما هتتصلّح. فيهاش أذى مباشر، ما فيهاش إمم. أذى مباشر باتعرّض له. العلاقة المُدمّرة هي كده كَم الأذى اللي فيها أكتر من أي حاجة. العلاقة المُعطّلة there is no progress يعني هو ما فيش حاجة بتتحرك، ما فيش action بيحصل، ما فيش ثمار إحنا واقفين إمم. على الhold كده، يعني هي صاحبتي طول ما أنا باسأل عليها، إمم. هو حبيبي طول ما أنا ما ليش طلبات. آه. ما اقدرش أقول إن هو فلازم إن أنت تعمل بقى exposure وتبدأ تدخل في تحديات معيّنة عشان تنقل العلاقة للحتّة الصحية وتشوف أنت في علاقة صحية وآمنة أو لأ. لكن هو موضوع العلاقات عمومًا العلاقة بقى أكتر الحاجات المُدمّرة آه، والنبي اللي إحنا محتاجين ناخد بالنا منها،
وناخد اللي بالنا بيقولوا أنا عليها باعمل toxic إيه طول الوقت، عشان كده باقع فيها. اللي بيقولوا عليها toxic، علاقتي بيه أيوه، toxic. طيب أيوه، كلّه بيتكلّم عن كلمة toxic وكلّه بيتكلّم عن العلاقات المدمّرة، لكن لو إحنا هنعرّف العلاقات المدمّرة تعريف بسيط أوي لكل الناس اللي هتسمعنا، هي علاقات مجهولة الملامح، هي علاقات مجهولة القواعد، هي علاقات ما لهاش أي system ولا أي نظام ولا أي rules، علاقات ماشية سداح مداح كده، ماشية سبهللة، ماشية بدون system. باحبِّك في السِر قدّام الناس ما يعرّفنيش، وحشاني بس مش فاضي لِك، علاقات فيها تناقض كتير أوي، 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 يبقى العلاقة مُدمِّرة، علاقة أنا باتأذي فيها علشان هي ما لهاش إطار للعلاقة، أنا إمم، ولا خطيبته ولا مش عارف صاحبته لا ولا باخد مراته ولا احتياجات. حبيبته، بس مرتاح معايا. يعني العلاقات المُدمِّرة هي علاقات يغلُب عليها غياب القواعد، يغلُب عليها التناقضات، يغلُب عليها عدم الإشباع العاطفي، يغلُب عليها الfalse hope، يعني معيّشني في اللا لا لاند على طول، ما فيش حاجة في الreality، ما فيش إمم، في الواقع، التليفون زي الفل، لكن في الحقيقة ما فيش حاجة خالص. يعني نقدر نقول إن خلّينا إحنا بنتكلّم إن العلاقات المُدمِّرة دي يمكن أكتر بتبقى حد غنّى البني لها. آدم فيها عامل إزاي؟ يعني أنا لو في بتموّه، علاقة مدمرة أنا بابقى عاملة إزاي؟ بابقى مش شخص مرتاح، شاغل دماغي طول بابقى الوقت، باقدّم مفهوم. كتير جدًا في المقابل أو في اعتقاد إن أنا كده هاخد، كده هاتشاف، أو ده المطلوب منّي، أو الآخر بيشيّلني منطقة ما أنتِ ما بتقدّميش، مع الرغم لمّا باقعد ما بيني وبين نفسي لأ، باقدّم كتير، فبافضل طول الوقت أقدّم لغاية ما أحس بالاستنزاف، وما بنحسّش بالاستنزاف كده مرّة واحدة، لأ بناخد بنشحن شوية وبعدين نرجع، طب ما نكمّل تاني، طب ما يمكن في أمل، ده بتبقى العَطَلة بتاعة مين؟ عندي هنا، أنا اللي باكمّل وأنا اللي باقرّر أكمّل وأنا اللي عارف النمط اللي عدّينا بيه شوية وقت يمكن يكون سنين عامل إزاي، بس باقول والله هو رجع واتعامل معايا كويس، ما يمكن في أمل، فدي العَطَلة دي بتاعتي أنا، صح؟ أنا مش واخد شايف إن بالي، أنا في علاقة مُدمِّرة. مش واخد بالي إن أنا مسحول في علاقة وإن أنا طول الوقت في شروط كتير أوي عشان أكون في العلاقة دي، فكل ما بانكر نفسي وكل ما أبقى ما بارفضش إمم، وما باعترضش وما باتناقشش، العلاقة دي صاحبها مكمّل وزي الفل خلّينا نكمّل معاه. أول ما بابدأ أفوق لنفسي وأشوف حقوقي وأشوف أنا محتاج إيه، بابدأ إن يكون في نوع من أنواع بقى إيه، التذمُّر وأنت ليه وأنت اتغيّرت، وده أكتر جملة بيقابلها عملائنا لمّا بيكونوا بيمُرّوا بعلاقات مؤذية، بيتقال لهم إن الtherapy خلّاكم شخصيات أقوى، الtherapy خلّاكم، هو بوّظكم. طبعًا بوّظكم وخلّاكم عناديين وخلّاكم متمردين وخلّاكم عارفين حقوقكم، وكأن الشخص النرجسي لا يسمح ليّا إن أنا أتنفّس وأشوف نَفْسي، فأبقى طول الوقت عشان أكمّل معاه هو بيساومني على شفائي ونضجي، فهو إمم، عايز النسخة المشوّهة اللي فيّا، عايز النسخة المدمّرة، المستهلكة، اللي ممتن أوي إن هو بس إمم، موجود، لأ أنا أستاهل إن أنا أتحب بصورة واضحة وأُقابل بالاحترام وبالتقدير. العلاقات الtoxic والعلاقات المدمرة يمكن أحسن حد غنّى لها في الوطن العربي كلّه هو أنغام يعني، يعني أنا باحب أوي إن أنا إيه، أدّي الناس واجب اسمعوا الأغنية دي كده شوفوها، هو محتاجين نفهم معلش أنهي الموضوع أغنية بعد بالأساس. إذنك؟ كتير والله يعني كل أغاني أنغام عن العلاقات المدمرة. أكتب لك اهم، تعهُّد طبعًا، وهي هنا بتقول بشكل واقعي جدًا يعني إن للشخص إمم، المؤذي إحنا مش عايزين حاجة غير إن إحنا نعيش باحترام، شايفين الشخص النرجسي وصّلها لإيه؟ وصّلها بس أنا إمم، عايز أعيش باحترام. أنا مش عايز أعيش معاك، يعني خلاص أنا مش عايز أي حاجة منّك خلاص، أنا هاكتب لك تعهُّد منّي إنّي هاعيش لوحدي، بس أعيش باحترام، ولو أنت خايف لمّا تسيبني أقابل بعدك حد يصوني، أنا هاعيش لوحدي، بس أعيش باحترام. يعني يعني في قد إيه نوع من أنواع الabuse لمشاعرك. أنت في العلاقات الtoxic غبي، مش متقدّر، مش قوي، مش ناجح، فاشل. إمم. بيحاول يقطع عنك سُبل النجاح، يبوّظ علاقتك بأهلك، يبوّظ علاقتك بشغلك، يبوّظ علاقتك بنَفْسك، يحسّسك إن هو الشخص الوحيد اللي يا دوب شايفك ويا دوب العَطَلة حابّك، مش عنده، العَطَلة عندي إن أنا قاعد ومكمّل وقابل ده، علشان ومصدّق بقى كده. ومصدّق إن في تغيير، ومصدّق إن في حاجة هتحصل، ومصدّق عشان أنا باحبه هيقدّم لي. إمم. عشان كده من الحاجات اللي بتبقى صادمة في الcouple therapy لمّا نبدأ نحُط له الكارت بتاع على الترابيزة ونقول له إن تمام إن أنت مستحمل أسوأ زوجة في الدنيا، طَب إيه رأيك إن أنت تنفصل ما دام هي بالبشاعة دي؟
يعني أنا فعليًا مصدّق كل كلامك واللي أنت بتقوله ده، فأول ما تقولي له الكلمة دي يبدأ يقول لِك أصل في كذا كويس، أصل في يبدأ يشوف حاجات تانية. ففي العلاقات الآمنة أنا ما باتهدّدش، حتى لو قُلت أنا عايز أمشي، بامشي باحترام. في إمم. العلاقات المؤذية طول ما أنا صامت وخانع أنا زي الفل، في طول ما أنا العَتَلة ليّا بتاعتي، حقوق في بالضبط، صمتي أنا، بالضبط، وأنا بالضبط. باصمت بقى ليه؟ عشان نمط التعلُّق اللي عندي شكله عامل إزاي. أنا عندي anxious attachment أو avoidant إمم. attachment وإن أنا اتربيت في نمط تعلُّق قَلِق. فأنا إمم. شُفت إني لو عبّرت هاتاكل، لو أنا اتكلّمت البيت هيبوظ، هيتقال لي أنتِ اللي خربتِ البيت، هيتقال لي أنت اللي ما حافظتش على أسرتك، هيتقال لي إن أنت كذا، وأبدأ الأفكار القديمة وأنماط التعلُّق القديمة تتحكّم فيّا، وأبقى إمم. بارقّع في علاقة مهلهلة ومش نافعة إنها تكمل، وأبقى باستثمر وباضيّع وقت تحت وسنين من منطق ما حياتي. أنا باحبه، ما في أوقات حلوة آآ أوي بيننا. ومش بس كده كمان المنطق بتاعي إن أنا ما حدّش هيحبّني، مش إمم. هالاقي حد. مش مش هالاقي ه حد يشوفني، مش هالاقي حد يعرفني، ما فيش حد هيستحملني غيره، ما فيش حد هيشوفني غيره، ويبدأ في الحتّة دي يتأثّر بكل ده، وتكون الأفكار دي بتأثّر عليه بشكل واضح، إن لأ، أنا مسجون هنا. العلاقة إمم. المرضية هي علاقة أنت مسجون فيها، مش بتسمح لك إنّك تتنفّس، مش بتسمح لك إنّك تاخد حقوقك وحريتك وراحتك، مش بتنمو فيها، مش بتتطوّر فيها. إمم. في إيه تاني حابة نسأل عنّه في العلاقات؟ لو حسّيت إنه العلاقة بتوجعني، أنا كده خلاص بقى في علاقة مؤذية ويالّا بينا أطلع منها، والّا لغاية إمتى أشوف إن الوجع ده يقول لي لأ أنتِ محتاجة تصلّحي، أو أنا محتاجة أدوّر على احتياجاتي؟ هو كل ما كل أحس بوجع لازم الأوجاع أمشي؟ ما كده في لأ، علاقة مؤذية أو لأ، في علاقة يا ربي مدمرة؟ إمم. لأ، كل ما أحس بوجع لازم أحترم العرض ده وأفهم إن أنا عندي مشكلة محتاجة تتحل. إمتى أبقى باضيّع وقتي ومش باحل مشاكل بادّي نفسي أمل خاطئ وباعيش في هبل، وباضيّع إمم. وقتي وباعيش في حياة غلط وأكون لازم أمشي، لمّا اللي قدّامك يبقى مش بيحاول، إمم. يبقى اللي قدّامك مش بيعترف in denial all the time، ساعتها بنقول له أنت أحسن إنسان زي الفل وإحنا وحشين، بس إحنا عايزين ننهي العلاقة دي. إمم. وهنا أي خساير أو أي ألم في إنهاء العلاقة هو بنقول الحمد لله على السلامة على الناجيات أو الناجون، خلّينا نقول الناجون لإن إمم. في رجالة برضه يعني بتُقع وقعات صعبة، خلّينا نشوف إن راجل أو سِت لمّا بتنجو بفرصة حياة أخرى بعيد عن علاقة أنت أُذيت وتدمّرت فيها، بتكون قدرت ترجع تاني لحياتك. أمشي لمّا أحس إن وجعي ومشاعري غير مُصدّق عليها واللي قدّامي مش بيخلّيني أنمو أو أتعافى. أمشي إمتى؟ دي بتاعتك أنت مع مراجعة أولوياتك مش بتاعة المعالج بتاعك، ومع إنك تبقى عامل أهداف وماشي في وقت أنت آمن فيه. هل هالاقي الأمان إمم. المطلق عشان أمشي؟ لأ. هل الطلاق أو الانفصال أو نهاية العلاقة ما لوش خساير؟ ليه خساير، بس الفكرة كلّها إن كل الخساير اللي فيه هي مكسبها قصادها مكسب اسمه نَفْسك بدل ما تكون أنت متدمّر أكتر وفي حالة إيذاء أكتر وأكتر. طيب خلّينا بس نفهم وده اللي هو بنعلّمه للناس يا دكتور ولاء، اللي بنعلّمه للناس في حتّة بروتوكول إنهاء العلاقات. إمم. يمكن الDBT من الحاجات الحلوة أوي اللي فيه، في العلاقات الفعّالة، آه طبعًا. حاجة اسمها بروتوكول إنهاء العلاقات. إزاي إمم. بانهي العلاقات المدمّرة، إزاي باقول باي باي، يعني أكيد بنقولها بس بطريقة ولمّا تحميني. بتتأخّر شوية وقت باتعلّم مهارات القبول، علشان ما ابقاش قاعد باتعارك مع نَفْسي وأنا عارف إن أنا مش هامشي السنة دي مثلًا، لأ أنا بالضبط، مكمّل في العلاقة دي سَنة، ما ينفعش أمشي قبلها، مش هاعرف أفرض حياتي ماليًا مثلًا، فلأ أنا مكمّل بالضبط، شوية، فعشان ما اقعدش اتخانق على نَفْسي، أنا مش بانكر اللي أنا واقع فيه، واحاول ألزّقه كده زي ما أنت بتقول أرقّعه وأقول هو كويس، لأ أنا شايف اللي أنا فيه مؤذي ليّا، بس أنا قررت أقبل لفترة، وباقبل هنا وأنا قاعد بارتّب اللي عندي جوايا واللي في حياتي بعد ما أسيب الشخص ده الحياة هتمشي إزاي، ما باسيبهوش فجأة كده وفي الآخر الدنيا تتعك على دماغي. مش كل علاقة برضه فعلًا إحنا بنكون فيها بنبقى شايفين إنها لازم تنتهي، وكل المؤشرات اللي فيها تقول لازم تنتهي، إن أنا هاقدر أعمل ده النهارده، فبرضه محتاجة أشتغل على اللي جوايا،
علشان أفهم إزاي أقعد شوية وقت وأقبل اللي موجود فيها لغاية ما أكون قادر أغيّر، زي كده الشخص اللي في فترة حبس، هو كده هيضطر يقعد في الحبس ده شوية، فنقضّيه بقى بقعدة لطيفة، بهزار، بضحك، لغاية ما ييجي فترة إن أنا أمشي، وأنا وقت باستعد، إن أنا أمشي، وأقضيه وأنا باستعد، وأنا بازوّد أيوه نفسي بارتّب بالحاجات، نفسي، عشان كده يمكن بنقول دايمًا في العلاقات الصحية دلوقتي في الcouple therapy إن ليه أدخل العلاقة وأنا مش آمن، لإن ساعات عدم الأمان بتاعنا هو اللي بيبوّظ العلاقة، ساعات إمم، مخاوفنا هي اللي بتدمّر العلاقة، بتعمل لنا نوع من أنواع الشك، نوع من أنواع عدم الثقة، بتعمل لنا نوع من أنواع عدم الأمان، عدم الراحة. طب لو أنا في علاقة وباتأذي فيها، أكيد لو أنا عندي وظيفة ثابتة، أكيد لو أنا عندي دخل ثابت، أكيد لو أنا عندي مكان أعيش فيه، ده هيخلّيني أقدر أنفصل وأنا آمن، بدل ما أكون مكمّل بس عشان خاطر الحقوق الأساسية ليّا إمم، ولأولادي، لإن إحنا عندنا مصطلح في الانفصال وإنهاء العلاقات، الراجل بيطلّق الست وولادها، يعني بيبقى صعب دي نقطة جدًا، مهمة جدًا. فإحنا من هنا برضه عايزين نقول إن لأي أم أو لأي سيدة ما حالفهاش الحظ مع راجل حقيقي وكانت متجوّزة ذَكَر، فحتى الحياة الصعبة والمعاناة اللي إمم، بتعيشيها في ظِل الضغوط اللي عليكِ كأب وكأم، هي أهون بكتير من إنِّك تعيشي مع راجل هو مش عارف حاجة عن الرجولة، لإن إمم، ده بيعرّضِك لنسخة أسوأ من نَفْسِك، بيعرّضِك لنسخة أسوأ في الحياة، بيخلّيكِ مشوّهة. بيخلّيكِ عندِك مشاعر كتير متضاربة، ويمكن لمّا بنقابل حد بالطريقة دي وبيقول لنا إن ده ما سألش على ولاده، ده ما عملش كذا، باحب دايمًا أقول له وجودك ما كانش هيخلّيه أب رائع، وجودك ما إمم، كانش هيخلّيه إنسان رائع، هو كده ودي طبيعته، أنت بس دلوقتي قادر تشوف عشان أنت بقيت بعيد. طول ما أنت كنت ملتصق وملتحم مع هذا الشخص، أنت ما كنتش شايف كل الحاجات دي، لكن الحاجات دي هي أشياء موجودة فيه، ومش مسؤوليتك ومش ذنبك، لإن إمم، لو إحنا كمّلنا عشان خاطر أولادنا، عادةً بندفعهم هم التمن، وعادةً ده حقيقي إحنا جدًا، بنبقى بنضيّع وقت كبير من حياتنا، وفي النهاية بنبقى بتركيبة نفسية مش سليمة ومش متزنة. العلاقات هي مسؤوليتنا، أنا إمم، فين، أنا مع مين، أنا هنا ليه، أنا باعمل إيه، يعني أنا هنا النهارده ليه، أنا مع دكتورة اسمها دكتورة ولاء وحيد، الإنسانة دي أنا باحترمها وباقدّرها، أعرفها بقى لي فترة مش إمم، قليلة، إنسانة ده واضحة في حقيقي، شغلها، أمينة، دُغري، تواصلنا very light، إنسانة مريحة، مهذبة، بتراعي الحدود، بتراعي الذوق، فأنا هنا عشان أنا مع زميلة أنا باحترمها وباحترم حلمها ونموها وباحترم المكان بتاعها وبتاع زمايلها، وباحترم إن هي إنسانة ما بتفتيش في حياة العُملا. لمّا تسمعي من عميل جاي لِك يقول لِك رُحت للدكتورة دي وقالت لي روح لفلان أو روح لعلان وقالت له كلمة ما أعرفش، أنا هنا علشان أنا مع زمايل عايزين يعملوا إيه. في أماكن تانية الواحد بيبقى رايح أنا هنا بس عشان خاطر قيمة محاضرة، إحنا هنا المحاضرة بتاعتنا مجانية بغرض تفعيل الوعي وزيادة الوعي والارتقاء بالتعليم وإن كلنا ننمي مهاراتنا مع إمم، بعض. فدايمًا خلّيك عارف أنت في كل علاقة بتعمل إيه، أنت في المكان ده ليه، بالضبط، أنت مع أخوك ليه، أنت مع أختك ليه، أنت في الجوازة دي ليه، أنت في القعدة دي ليه، قد إيه يقظة لهدفي ووعيي بالعلاقة اللي أنا فيها بيخلّيني مستريّح، مرتاح. إمم، إحنا من حوالي شهر ونُص فكرة إن إحنا نعمل محاضرة اتكلمنا عنها، حددنا الميعاد، باي، باي، حددنا باي، ميعاد باي. من شهر ونُص، علاقة أيوه علاقة محددين ميعاد من شهر مريحة، ونُص، علاقة مريحة، سهلة، واضحة. أتمنى إن كل شخص في علاقاته يقدر يبقى عارف هو واقف على إيه، ويعرف هو عايز إيه. بلاش كلمة إن إمم، شاء الله، طبعًا أكيد كلّه بمشيئة ربنا، بس بلاش كلمة إن شاء الله وربنا يسهّل ومش عارف وتقريبًا، وهابقى إمم، أشوف، وناوي بعد 5 سنين، ويمضي والخطط العمر اللي ويم بتتغيّر، بالض وبارجع وبيتهيألي إن أنتِ أحط قابلت من حدودي الأول. وأقول أنا يناسبني إيه وما يناسبنيش إيه، وبعد كده أرجع أكسره، دي مسؤوليتي، مش لمّا أحس بمشاعر حلوة في العلاقة اللي أنا موجود فيها، الحدود اللي أنا حطيتها أرجع أدغدغها مرّة تانية، لأ دي مسؤوليتي أنا، إن أنا أرجع أحطها ومسؤوليتي أنا إن أنا شِلتها، ما أقولش علشان أنا وافقت وأنا بادّي له علشان باحبه، فأبدأ أدغدغ الحدود بتاعتي مرّة تانية، لأ، مسؤوليتي إن أنا لو حطيت حدود ألتزم بيها،
وأوقات عدم التزامي بيها علشان أنا موجوعة منها، أنا مرتاحة للنمط اللي فات، لإن في النمط اللي فات هو كان حاببني أكتر، لكن طول ما أنا حاطة حدودي بيتعامل معايا يعني بالحرف، فأرجع أنا علشان عايزة مشاعر أكتر، مشاعر أقوى، أروح جاية رايحة شايلة الحدود بتاعتي. أنا دايمًا فعليًا في الindividual بنعلّم حاجتين، الحدود بتقوي الحميمية في العلاقة، طول ما هتدغدغ الحدود بتاعتك الحميمية في العلاقة هت هتت مش هتبقى موجودة، ومش هتبقى موجودة بالشكل اللي أنت متوقعه وشايفه هيكون مُشبع، لأ، حدودك بتخلّي العلاقة تقوم. بس خلّيني أسأل حضرتك يا دكتور زين، الناس ما بتجيش الثيرابي عشان تقول أنا عندي علاقة كذا، الناس بتيجي الثيرابي باكتئاب، بقلق، فلو حد جاي علشان حاسس بمشاعر اكتئاب ده بيقول إن نمط العلاقات اللي هو موجود فيها عامل إزاي، لو أنا طيب عندي اكتئاب. أنا أول حاجة أنا مش باخبّط على الباب جامد، أنا باخبّط بلطف، فأنا إمم، باتعلّم في الرحلة العلاجية إن أنا الأول حاجة أدّي له الrespect والacceptance والvalidation وإن أنا هاتكلّم عن الهدف اللي هو حاطّه، إمم، وهاتكلّم معاه عن الاكتئاب، وهاتكلّم معاه عن الاكتئاب قد إيه وِحِش، وقد إيه الاكتئاب ده ضلمة، وأنت حاطط ستارة سودا تُل و. وبعد كده لمّا يبدأ يكون في نوع من أنواع الtherapeutic contract مع بعض، ويكون العميل حاسس إن هو in good relation معايا، ودخلنا في حتّة هو آمن ومستريّح وبقى بيسمع تعليماتي، وشرحت له بقى الCBT or DBT for depression وشرحت له إمم، هيعمل إيه في الاكتئاب بتاعه، أبدأ أقول له ده بييجي منين؟ لو لقيته عايز يفهم ويسمع ويتعلم، بابدأ أشاور له على إن في علاقة قوية أوي ما بين أنت فين ومع مين وإيه اللي بيحصل فيك. إمم، وابدأ أقول له إيه اللي بيحصل للsystem بتاعك بقى، جسمك ده بيبقى بيعاني معانا إزاي، وابدأ أقول له مين وصّلك للburn out، مين وصّلك للاحتراق، إمم، اللخبطة اللي حصلت، الفيروسة دي جات منين، وابدأ أستخدم ألفاظ بسيطة أوي باشاور بيها على حتّة إن الinfection أو العدوى جاية من الcommunity اللي بتكون فيه، وسامح لنفسك إنك تكون موجود في النمط ده وفي البيئة دي وفي الأسرة دي أو. وابدأ بالراحة أستأذنه إن تعالَ نحُط حد جديد اسمه أنا مش قادر دلوقتي، وأطبّق الحدود دي معايا أنا، إن أنا أبدأ أقول له أنت من حقك تقول لدكتور زين لأ، أنا مش عايز أجاوب على السؤال ده، أنت من حقك إنك تقول إنك متضايق إن إحنا بدأنا الsession متأخّر 5 دقايق، زي ما النهارده بدأناها إحنا المفروض 10 أنا دخلت 10 و5 دقايق، فأنا باعتذر لكم كلّكم، وأبدأ أدّي له حقوق، 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 كل مرّة أنا باعلّمه حقوقه وحدوده. أول ما العميل بيبدأ يختبر حقوقه وحدوده معاكِ في العلاقة العلاجية، ويبدأ يبقى عارف يعبّر عنها، فمثلًا أسأل إمم. العميل أقول له: "الله التيشيرت حلو." وبعد كده يقول لي: "الله فعلًا يا دكتور." أقول له: "طب مين ادّاني الحق إن أنا أقول لك التيشيرت بتاعك حلو النهارده؟ who give me the right ماليش الحق إن أنا أعمل ده." فيبدأ يفهم إن هو من حقه يقول آه ولأ ومناسب ومش مناسب، ونبدأ نحس إن هو عامل زي الاكتئاب هو طفل صغير infection فرحان. وإشارة إن أنا ما باعرفش لا أقبل ولا أرفض ولا أحط حدود، وشخصيتي ضعيفة في اتجاه معين، زي ما العلاج المعرفي السلوكي بيشاور لنا أساس الاكتئاب 3 أجزاء، نمط تفكيرك تجاه نفسك، ونمط العلاقات اللي أنت موجود فيها، اللي أنت فيها ثقتك بنفسك ضعيفة، شخصيتك فيها ضعيفة، كل أمّا الحتّة ديّة موجودة، كل أمّا أنت هتفضل حاسس بمشاعر اكتئاب، طبعًا الضلع التالت هو مشاعر الاكتئاب اللي إحنا بنفضل واقعين فيها، اللي ما بالضبط. بنحاولش نتعامل معاها ولا نصلّحها هي حقيقة بتبقى مرهقة، بس جزء أساسي من الاكتئاب شكل العلاقات اللي أنا عايش فيها وموجود فيها عامل إزاي، وده جزء مهم أنا محتاجة آخُد بالي منّه، الاكتئاب مش هييجي لي كده من باب للطاق، هو بيشاور لي إن أنت شخصيتك ضعيفة في العلاقات اللي أنت عايش فيها. ف فده يعني جزء مهم إن إحنا نوضّحه. طب لو أنا رايحة العلاج علشان اتشاور لي وقال لي أنتِ عندِك borderline personality ده بقى بيخلّيني أدخل علاقات عاملة إزاي؟ ده بيخلّيني أدخل أدخل علاقات مع النرجسي من إمم، أوسع أبوابها يعني. أنا دايمًا باحب أقول إمم. لبتوع الborderline personality أقول لهم: "مين فينا ما عندوش حتّة فيها borderline personality؟ مين فينا ما مرّش بحتّة borderline personality؟" هُم ودايمًا بيحسّوا إن ده أقول تاني اتهام أو بيشوفوا إن ده عيب فيّا، أنا محتاجة أنا أداريه. بابدأ
بالضبط، أنا بابدأ أشرح إن طريقة التفكير بتاعتك مختلفة، وبابدأ أخلّيه يشوف المميزات بتاعته بطريقة واضحة أوي، وأخلّيه يبقى فاهم وواعي إن هو هنا عشان نَفْسه، وبنعمل تقييم في الأول، لإن كل طبعًا السوشيال ميديا بتتكلم دلوقتي على إن ده نرجسي ودي borderline personality يا سلام! يعني كُلّه بقى بيشخّص وكُلّه بقى بيتكلم وكُلّه بقى بيفتي، فدي حاجة مزعجة حقيقي لازم آه، أوضّح له إن أنت هنا عشان نَفْسك، وخصوصًا ولازم لمّا بنشيّل البني آدمين صفات هي مش موجودة عندهم، يعني بيبيّن بالضبط، الborderline personality إن هو حاجة مش حلوة، فأنت ما بتاخدش مش محتاج تاخد معلوماتك من السوشيال ميديا، وما حدش بيعرف يشخّص نَفْسه، إحنا دكتور زين إحنا بنشخّص الborderline personality أو الpersonality disorder بعد كام session بعد كام session نقول لأ أنت عندك الأعراض الاضطراب الشخصية ده، أنا بالنسبة لي مش أقل من 6 جلسات. أهو مش أقل من 6 يعني جلسات إحنا عشان أفتح بُقّي وأقول له 6 وكمان بابقى ساعات أمين باقول له بنقابل الشخص إمم، نسمع منّه حياته. بالضبط، فمش مجرد وإحنا متخصصين أهو، يعني مفترض يعني نلمعها كده، لكن الناس بالضبط، بقى اللي مش متخصصة وبتشخّص بعض، آه، كارثة بيبقوا محترمة، دي بقى بيفتوا، عبارة بقى عن أحكام، أنا بيفتوا وباقول له إن ده أحكام وكمان مهم إمم، جدًا نفرّق ما بين الborderline traits وما بين الborderline personality يعني في سمات الشخصية الحدية وفي الشخصية الحدية، يعني خلّينا نتّفق على إن للأسف ده من التأثير السلبي بتاع السوشيال ميديا ربنا يخلّيه لنا يا رب، يعني آه، ChatGPT ده يعني عامل إنجازات عظيمة جدًا، يعني أحب أقول إن لا أوصي أي عميل في الحياة باعتماده مصدر كلام إمم، أو ثقة أو اندماج، لإن ChatGPT borderline personality في حياة الناس، يعني يعني بيعمل بلاوي في حياة الناس، مش طب حاجة مهمة. محتاج إنك تفهّمنا يعني إيه borderline personality في العلاقات، إن أنا بادخل علاقة بادّي كتير أوي، وبابقى ما فيش حدود، بابقى لازق أوي. وحاسس بقُرب في علاقات لأ، هي ما تستحملش كل القُرب اللي أنت حاسّه ده، هي borderline مش كل الوِد personality ده. أهم ما يميز الborderline personality في العلاقات حتّة أوي. إمم، مبسوط أوي، زعلان أوي، بيحبني أوي، مش طايقني أوي، كارهني أوي، على طول كل حاجة بتحصل بسرعة very impulsive a lot of impulsive attitude وurge ورغبة ملحة وبسرعة ودلوقتي وحالًا، بنحب بعض بسرعة أوي، بنتطلّق ونبعد بسرعة أوي، بنعمل بلوك لبعض بسرعة أوي، بنتخانق بسرعة أوي، بنتصالح بسرعة أوي، كل حاجة بسرعة أوي، مع إمم، أفكار زي الخوف من الrejection، الخوف من الرفض، الخوف من الهجر، الخوف من الوحدة، وحتّة إيذاء الذات والself harm ده بقى اللي بيبدأ لو ما عملتيليش كده هيحصل كذا، هي حتّة الmanipulation إن أنت هاقطع شراييني لو كذا، هاعمل كذا لو كذا، هاعمل كذا لو كذا، تهديدات، تهديدات، تهديدات. بس فاضطراب بالنسبة لي أنا المشاعر اللي شغّال عندي بيخلّيني أكمّل وأتواجد في العلاقة. لو بالضبط، بالضبط. اشتغلت على العَطَلة بتاعة الborderline دور personality المنقذ اللي عايز ألعبه برضه ساعات، لإن في ساعات فينا حد بيكمّل بحتّة دور منقذ أنا أقدر أنقذ كل الناس، دي نقطة مهمة جدًا. إمم، بس خلّينا نتّفق على إن الborderline personality هم برضه ناس غلابة محتاجين إن هم يفهموا هم مرّوا بإيه، لإن أنا باشوف إن صدمات الborderline بالعبيط personality خلِّت آه، المشاعر ملتهبة، ما أعرفش ليه إحنا آه، بنشبّهها إنه جرح من الدرجة التالتة. بالضبط، وأنا باحب دايمًا إن أنا ألفت انتباهه إحنا مش مسؤولين عن الخوازيق والصدمات اللي إحنا مرّينا بيها، إحنا بس يالّا بينا بقى نصلّح، عشان ما حدّش بيعاني غيرنا، إمم، فأنا مش هاخلّي كل دول يعني أنا دايمًا باقول للborderline personality تعالَ نغيّر في أحداث المسلسل بتاعك. تعالَ نغيّر في الحلقات بتاعتك، والله بلاش نكمّلها الحلقة ال30 اللي إحنا عارفين نهايتها، تعالَ ندوّر على نهاية تانية، تعالَ ندوّر على حاجة تانية، وبابدأ أعلّمه إن أنت مسؤول. ومع إمم، الborderline personality أنا باحب إن أنا أبقى دايمًا معيّن العميل بتاعي co-leader معايا، دايمًا إمم، مدّي له إحساس إن أنا وأنت في صالة gym بنتدرّب مع بعض، وأنت مسؤول إنك تطلّع لنفسك عضل، ويبقى عندك نوع من أنواع how to fight، how to عشان negotiate، بياخد how to وقت. describe. عشان بالضبط، طبيعة بالضبط. شخصيتي لو بالشكل ده، هي بتاخد وقت عشان أعرف أوعى أصلًا إن أنا بادخّل نفسي في علاقات شكلها عامل إزاي، وخوفي من الهجر أو بمنطق أصل أنا باحبه أوي ومش قادر أبعد، هو ده اللي بيخلّيني لازق ومكمّل، فبافضل إمم. بأذي طول الوقت في الحتّة دي وفي العلاقة ديّة، أو باسامح، أصل أنا طيب جدًا فأنا باسامح، أصل هو وعدني، أصل هي وعدتني إنها تعمل، فبافضل مكمّل وهو في الأساس بتاعه أنا ما باحبش أبعد. ما باحبش أتساب لوحدي، أو ما باحبش أسيب أو ما باعرفش أتساب في العلاقات، فقد إيه ده فعلًا بيكون صعب علينا. طب ممكن توضيح هو الborderline personality أو نمط التعلُّق القلق أوي ده، هو بييجي من بيئة بقى، من بيت شكله عامل إزاي، علاقات شكلها عامل إزاي؟
بيت فيه الأب والأم كل واحد في ناحية، بيت فيه مشاعر كتير أوي، انفعالات كتير أوي، 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 فيها نوع من أنواع التهديد والغضب والمشاعر الغير مُدارة. بيت فيه عقاب وabuse كتير أوي، اخرس أنت مش من حقك تتكلم، فيه عقاب جسدي أو عقاب نفسي تجاهل. بييجي من بيت فيه إيذاء جنسي، بييجي من بيت فيه نوع من أنواع الزعيق والصريخ وعدم الاحترام للمشاعر والعقاب على أتفه الأشياء. بييجي من بيت الطفل اتأذى فيه أو أُهمل فيه تمامًا، حصل له إهمال لمشاعره، حصل له إهمال للوقت اللي بيقضّيه، وحصل له إهمال لحاجات كتير جدًا يعني، فبيبقى جاي من بيت شكله كده. فهي إهمال كتير في التعامل وفي التربية، يا عقاب كتير في طريقة تعامل الأهل أو الوالدين. اهم. كل ده بيخلّيني بادخل علاقة بابقى مش قادر أطلع منها ولا قادر أحُط الحدود بتاعتي علشان ما أحسّش نفس الإحساس اللي أنا كنت باحسّه قبل كده، وإحنا بنمنطقه بالlabel اللطيف الرومانسي الجميل، أصل ده حُب، أصل أنا باحبه. لأ، هو أنت مش بالضبط، قادر تستحمل إنّك تبعد، ده مش حُب. بالضبط، بالضبط. ده وبياخد لعب وقت. على مشاعرك، وده إجهاد لمشاعرك، ده إجهاد المشاعر بتاعتك وعدم احترام، هو ده مش حُب. إمم. الحُب ما ينفعش حاجة اسمها باحبك في وقت أو باحبك بشروط أو باحبك بمساومات أو باحبك قصاد طلبات أو احتياجات. عشان كده إمم. الborderline personality بيكونوا عُرضة للاستغلال الجنسي بسبب النقطة دي، إن هُم بيبقوا بيقدّموا جسمهم مقابل المشاعر ولحظات الإعجاب أو المشاعر اللي هُم محتاجينها. إمم. إحنا أول حاجة بنعلّمها لهم إن المشاعر بتاعتك من حقك، وإن مشاعرك بتتاخد مش شرط تتساوم عليها بجسمك. فبيبقى في نقطة انبهار بالنقطة دي، إن أنا من حقي أتحب من غير ما أقدّم جسمي، من حقي أتقبل، من حقي، فيبدأ يبقى الconcept أقوى والمفهوم يبقى غير. طيب، هو يعني النقطة اللي قبل الأخيرة اللي عايزين نفهمها مع بعض، أنا أحمي نفسي إزاي إني ما أدخلش في علاقة مؤذية؟ الجزء بتاع أنا واعي باحتياجاتي عاملة إزاي علشان ما أخشش في علاقة أصلًا ترهقني، إزاي بقى أكون واعي باحتياجاتي؟ إزاي أكون واعي أنا عايز إيه؟ أحاول أبقى mindful في إمم. الtherapy أو أحاول أكون باشتغل على اليقظة أنا محتاج إيه، الأول أعرف إيه احتياجاتي، الأول أكون فاهم أنا إيه اللي بيحركني، أنا دايمًا باقول للناس اتعلم تقول أنت مين وعايز إيه وبتعمل إيه، اتعلم تقول أنت محتاج إيه. فلمّا بيكون العميل يقظ وواعي باحتياجاته وعارف يحطها على الترابيزة وعارف يقول أنا احتياجاتي كذا، 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 وعارف يبدأ أتكلم إن هو فيها، ما وعارف يتكلم أخبيهاش. فيها، ده بيخلّيه مرتاح وآمن وعارف يكسب العلاقات بطريقة صحية. لكن هو لو مش واعي باحتياجاته ومش عارف إن هو يكون واعي بيها، ده بيخلّيه إن لمّا حد بيقرّب بس من بعيد بأي احتياج هو عايزه، بيلتصق بيه وبيمسك فيه كإنه طوق نجاة. فأكتر حاجة تخلّينا بعيد عن العلاقات المؤذية، أول حاجة إن أنا أقيّم العلاقة اللي أنا فيها من وقت للتاني، أقيّم علاقتي بنفسي والself talk بتاعي، أنا باتكلّم إزاي مع نفسي، هل أنا باوبّخ نفسي، هل أنا باهين نفسي، هل أنا واخد إن أنا أكون بأذي نفسي والّا إيه اللي بيحصل. كل مرّة هاقدر إني أنا أكون واثق من نفسي ومتصالح مع نفسي وماسك احتياجاتي وعارف إيه اللي أنا عايزه، ده بيخلّيني في حتّة تانية وبيخلّيني واعي ومرتاح وعارف أنا عايز إيه، وبيخلّيني أقدر أكمّل في العلاقة الصحية. طب لو على الجانب التاني بقى، أنا واعي باحتياجاتي وواعي أنا عايز إيه، وواعي أنا بادخل علاقات عامل إزاي، إمتى أميّز إن أنا الشخص المؤذي في رواية أحدهم؟ إمتى لمّا أميّز لأ باكون أنا كده بأذي اللي قدّامي، أنت محتاج لمّا تقلِّل شوية. لمّا باكون حدود حريتي بتُقف عند الآخر، لمّا باكون باسم اليقظة وباسم الحدود بتاعتي وعي، أنا بقيت باخد حقي وحق إمم. غيري، لمّا أكون ما بافكّرش غير في ما نفسي، ينفعش لمّا أنا باكون كل عارف إن أنا اهتمامك ما أحبّش سِت غير لمّا تكون ما عندهاش أي علاقات مع الجنس الآخر، ما آه، تكلمهمش، وما تخشش بقى شغل فيه علاقات من الجنس بالضبط، الآخر. بالضبط، أو فمهم لو إن أنا أنا سِت أكون ما بالضبط، تتعاملش اقطع علاقتك مع كل أصحابك من أيام المدرسة البنات، علشان وهو ده دي اللي بيشرح حدودي. وده اللي بيشرح ال how to be fair في مهارات العلاقات الفعّالة والfast technique والgive technique إمم. والdear man، إنك قيمة الfairness قد إيه مهمة.
إن أنت تقبل اللي بتقبله لنفسك، لو أنت مش ما عايز أنا أي مش بنت. ما أنا ما عنديش علاقات مع حد من الجنس الآخر وقطعتها كلّها، فأنا This احتياجاتي لمّا you're أكون موجود right. في العلاقة، الطرف الآخر كمان يقطع العلاقات آه، بتاعته. احترامي لاحتياجك مش معناها الموافقة عليه، إمم، احترامك لاحتياجي معناه إنك هتحترم الاحتياج بتاعي، ونحترم احتياجات بعض، ونشوف إذا كان ده هيخلّينا نمشي أصلًا مع بعض والّا لأ، وهنرجع للvalues بتاعتنا، وإحنا الvalues بتاعتنا إيه والethics بتاعتنا إيه، إمم. علشان ما أكونش مشوّه، ما أكونش باقبل بعلاقة أنا فيها مش أنا واحد تاني في العلاقة دي، ما أكونش أو باقبل أنا فيها واحد طريقة مرض. باكنترول الشخص اللي قدّامي وباكنترول حياته أوي بمنطق أنا فاهم احتياجاتي وأنا قُلتها، أبقى أنا الشخص اللي بيأذي الناس اللي حواليه. وأوقات كتير الأشخاص اللي عندها التعلُّق القلق أو بتعاني من anxiety بتبقى الشروط بتاعتها كتيرة أوي عشان تحس بالاطمئنان. وللأسف ما حقيقي. بيلاقوش partner يحل ده أو يدّي ده، لإن في إمم، جزء من ده كبير أنت لازم تدّي له لنفسك، وأنت تكون واعي بنمط التعلُّق بتاعك، فما نستناش إمم. إن كل احتياجاتنا ناخدها من الطرف الآخر، ونسيب الموضوع ليهم بكل الطُرق، يعني ما نسيبش الموضوع يبقى ضاغط، ده شيء فأنا مهم لو أنا لا جدًا، جدًا، حاطط جدًا. حدود كتيرة أوي، لأ محتاجة أراجع نفسي فيها، أنا باعمل إيه في العلاقة اللي أنا موجود فيها؟ أنا حاطط حدود كتيرة كده ليه؟ عشان أتطمن من إيه؟ دي بقى مشاعري أنا والعطلة اللي عندي أنا، وأنا باتحول بقى أنا الtoxic في رواية أحدهم وما بتبقاش هنا وعي ب ب باحتياجاتي على قد ما لأ، أنت قلقان فأنت حاطط حدود كتيرة، علشان كده الcouple therapy بيساعد إن أنا أفهم أنا باعمل إيه، وكمان الindividual بيخلّيني فاهم أنا باقدّم إيه، وباحط شروط شكلها عامل إزاي، مش كده والّا إيه يا دكتور؟ بالضبط، ده اللي بيخلّيني واعي كويس أوي أنا فين وفي العلاقة دي أنا باعمل إيه، وإيه اللي آه، بيحصل بيخلّيني في النقطة دي، إمم، يعني إيه اللي بيخلّيني في حتّة مش مرتاح. إيه اللي إمم، بيخلّيني في نقطة مش آمن أو في نقطة مش واعي، ده بيخلّي في عندي نوع من أنواع الوعي أنا رايح فين، جاي منين، باعمل إيه، لازم يبقى دايمًا احتياجاتي واضحة، وعيي بيها واضح، الطريقة اللي باعبّر بيها عن احتياجاتي، وآخُد بالي من احتياجات الآخر اللي بتحصل، إمم، آخُد بالي من احتياجات الآخر اللي بتكون موجودة، ده شيء إمم. مهم إن أنا أكون واعي بكل حاجة من الكلام ده، وأكون عارف أعبّر عن المشاعر دي بالصورة دي. والله بجد والله حقيقي بجد شكرًا لكل المعلومات دي، يعني حقيقي شكرًا بجد لوجودك معانا، بجد. أنا اللي شكرًا ليكم، وشكرًا للمجهود طب بتاعكم، وشكرًا عندنا إن بتاع 10 يعني دقايق، تيجي ناخد آه. سؤالين يالّا سريعين بينا، من يالّا بينا نشوف مين زمايلنا اللي هيسأل. موجودين معانا أو اللي منورينا، صاحيين الصبح بدري وكده، لأ نسمع سؤالين، إمم. مين حابب يشاركنا؟ إسراء آه، مديون تقول لنا صباح صباح الخير. الخير، صباح الورد والله. طب اللي حابب يكتب فعلًا سؤاله في الchat أوكي، هنحاول إزاي نتعامل مع التعلق. طيب إحنا عشان نعرف نتعامل مع التعلُّق الأول لازم نبقى فاهمين إحنا في أنهي نمط من أنماط التعلُّق، وأكون واعي بيه، وأسأل نفسي أنا باكمّل في النمط ده ليه؟ هو ده اللي بيحصل في حياتي ليه؟ هو دي كل إمم، الدوائر وده الpattern اللي بيتكرر في حياتي ليه؟ observe نمط التعلُّق، وعي بالمشاعر كويس أوي، 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 تبقي أنتِ واعية بمشاعرِك رايحة فين وجاية منين، وبعد كده حاجة اسمها مهارات العلاقات الفعّالة، دي أكيد دكتورة ولاء ممكن نعمل تدريب عنها، ونبدأ إن إحنا يبقى عندنا وِرش متخصصة بمهارات العلاقات الفعّالة، حقيقي أنا متعصب إزاي شوية يدخل للNLP أو مدرسة العلاج الجدلي السلوكي، في عندنا في مدرسة العلاج الجدلي السلوكي مديول كامل اسمه مهارات العلاقات الفعّالة. إمم، جوّه مهارات العلاقات الفعّالة دي، بتعرفي إزاي تبقي واعية بحدودِك وباحتياجاتِك، وتعرفي توصفي وتعبّري وتتناقشي، فمهم أوي أنماط التعلُّق إنِّك تكوني واعية بيه وعارفة مهارات العلاقات، ده ممكن يروح ناحية دكتور ولاء وناحية مهارات العلاقات الفعّالة، مين تاني والله عايز يدخل كده ويروح هاعرف عند أعطيه. حضرتك، يعني أنت أهلًا اللي وسهلًا، تشرحه لنا بنمشّيه إزاي في الجواز، بنمشّيه إزاي في أهلًا العلاقات اللي وسهلًا. بنخشها. شكرًا يا دكتور والله باخده لحضرتك. زي ما هو، وبادّيه إمم، للناس كده بشكل واضح، وأقول لهم دي خرافات عن العلاقات، ودي العلاقات الصحية، ودي العلاقات المُعطّلة والمُدمِّرة، وتعالوا نتعلّم مع بعض طريقة عمل العلاقة الصحية، وباخدها بالطريقة دي، وبابدأ إزاي أشرحها طريقة أحطها في طبخ الحياة. علاقة آمنة في البيت في 10 دقايق. بالضبط، بالضبط، بالضبط. أوكي، صباح الخير يا دكتور. اتفضلي يا أستاذة نهى. أنا قصدي إن أنا أوضّح موضوع بييجي حالات كتير جدًا عندهم تعلُّق مرضي، خصوصًا حالات الborderline يعني بيبقى في تعلُّق بس بأشخاص يعني أو علاقات غير صحية معاهم في حياتهم، حالات الإدمان بيبقى معاهم تعلُّق غير صحّي كتير جدًا.
فهي موضوع التعلُّق ده من الحاجات اللي كانت بتُقف معايا يعني، فبجد الsession صغيّرة وقتها صغيّر، بس بجد مكثّفة وفرقت كتير جدًا يعني، فشكرًا ليكم. لأ، إن شاء الله يكون في استفادة أكتر وأكتر، وأنا عايز بس أقول حاجة مهمة جدًا، إن فعلًا أنماط التعلُّق بتبقى صعبة أوي مع الaddiction ومع الborderline personality، ويمكن في protocol تدريب أنا ودكتورة ولاء بنجهّز له، هيكون قريب إن شاء الله إشراف متاح إن إحنا نعلن للمتخصصين عنه. علشان بالضبط، إزاي بالضبط، نتعامل، عشان بيبقى اكتشافها مرهق وتصليحها مرهق، يعني إحنا قُلنا إنه بنحتاج نصلّح، هات لي حد كده borderline personality صلّح العلاقات في قد إيه، بتاخد بالض من سَنة وقت. لسنتين، وقت، وقت أكتر ووقت حاجة كبير. أكتر حاجة بتعمل ده وبتخلّي الموضوع أحسن، إن الموضوع الإنسان يقدر يشتغل على المشاعر والعلاقات ويبدأ يكون واعي أكتر هو يتعامل إزاي، ده شيء مهم، إن هو يكون عندنا فاهم ده. مها عايزة تسأل، اتفضلي يا أستاذة مها. اتفضل. صباح الخير، شكرا جزيلا. أنا كنت عايزة أقول بس أنا لفت نظري قوي في كلام دكتور زين لما قال كلمة قوي، يعني بحب الشخص قوي، مش عارف ايه قوي، كل حاجة قوي وفجأة وبسرعة. فكنت عايزة أسأل، يعني أنا لاحظ إن أنا برضو ممكن يعني أتعلق بحد أو أتعلق بحد قوي وبعد كده أقلب برضو قوي يعني بسرعة. ف... فهل دوت يعني دي دعوة بالبوردر لاين ولا دي دعوة بالاتاتشمنت ولا الاتنين؟ ليه دعوة بالattachment، ما تاخديهوش على الborderline دلوقتي، شغّليه في الattachment، لإن هو الborderline حبّة حاجات كتير مع بعض اسمهم كده، لكن وبيتشخص ما دلوقتي بيننا كمتخصصين لما بنقابل البني آدم 6 ساعات متفرقين على مدار شهرين أو شهر ونص، تمام. فهي مش بالضبط، حاجة سهلة إن إحنا نقول أنا عندي وفي كذا، اختبارات، يعني في اختبارات وفي بتتعمل وفي اختبارات assessment وفي بيتعمل حواديت وبيقيّم كتير حاجات حصلت في كتير. حياتنا محتاجين نكون فاهمينها عشان نقول آه. لأ هنا في كده، مش بس خلّيني آخُد النقطة بتاعتِك وأجاوبِك من كلام حضرتِك، إن أنا لو أنا قادرة أحب أوي وأزعل أوي، طب ما كده أنا مشاعري بتُجهد أوي، فإحنا هنا هنبقى عايزين إيه، آخُد بالي من إيه، من مشاعري، من نَفْسي، آخُد بالي أنا مين وبادّي إيه وباروح فين وباجي منين وإيه اللي بيحصل لي لمّا باتساب وإيه بيحصل لي لمّا باحس إن في مشكلة، يعني أنتِ حافظي على نَفْسِك، حافظي على حدودِك وطاقتِك وقدراتِك ومشاعرِك من التعرُّض للاستغلال، من إن يحصل neurotic system فيه فرحانة أوي، زعلانة أوي، كل شوية بيحصل علاقة معيّنة بشكل معيّن، فشكرًا جدًا لسؤال حضرتِك. شكرًا. يكفي كده للنهارده عشان الأسئلة هي تمام، مش هتخلص وكتير تمام. أوي، وإحنا ما بنشخّصش حد وما بنشخّصش نَفْسنا وما بنتشخّصش من ChatGPT. دي حاجة مهمة أوي، بس محتاجين بس في النهارده لو في نصيحة أو حاجة محتاج إن إحنا يعني إيه نحطها حلقة في ودننا زي ما بيقولوا وإحنا ماشيين في خُد علاقاتنا، بالك فهتكون إيه يا دكتور؟ خُد بالك من حاجة واحدة بس أخيرة أحب أختم بيها، إن إمم، خُد بالك أنت مع مين وبتعمل إيه وليه، أنت هنا ليه، إيه اللي جابك هنا وعايز إيه من هنا، خلّيك واعي بأهمية اليقظة للعلاقات وحدودك في العلاقات، أنت هنا عشان فلوس، أنت هنا عشان شغل، أنت هنا عشان حُب، أنت هنا عشان إيه، خلّيك واعي قد ما تقدر بالعلاقات عشان تبقى في حتّة آمنة ومريحة إن شاء الله. بإذن الله، بجد حقيقي نورتنا، شكرًا. هنستنى حضرتك نرتّب بس إحنا بنرتّب قبلها بشهر ونُص، شوفوا واعيين بالحدود عاملة إزاي، إحنا مرتّبين إن الmeeting ده شاء من شهر ونُص، إن شاء مرتّبين الله. هنشتغل على إيه، فإن شاء الله حقيقي بجد نتمنى إن وقت حضرتك يسمح ونرتّب يعني لقاءات زي كده تعلّمنا، حقيقي بجد. إن شاء نورتنا الله، أنا نورتنا يا أتمنى دكتور زين، تكونوا دايمًا على خير، شرفتوني، إن الله شاء يخليكم، الله شكرًا، نورتونا شكرًا شباب جدًا. والله بجد أثريتوا الsession كفاية إن أنتم بس سمعتوا عارفة إن في أسئلة كتير بس هي مش هتخلص عشان العلاقات دي ممرمطانا كلنا، إن شاء الله على فهنتقابل خير، تاني يا دكتور زين، حقيقي نورتنا، إن شاء الله، إن مع شاء الله، السلامة، الله يخليك، مع شكرًا، السلامة يا شكرًا، شباب. صباحكم زي الفل، باي، باي، مع السلامة. باي باي.